قسيت عليه هواي. ايش عندك ويا كاساس؟ ليش حكيت انا؟ وجهة نظري اي المتواضعة انه اقول انه الكابتن عبد الغني شهد افضل من كاساس. شنو جريمة؟ لا، شنو الغلط بالموضوع؟ يعني رايك هذا؟ مو رايك رأيي اكيد، هذا. مدربين محترمين كلهم. رأيي هذا. من اقول اليوم الكابتن مؤمن سليمان افضل من كاساس فنيا، زين. من اقول الكابتن راضي افضل، من اقول الكابتن باسم قاسم افضل، زين. من اقول اكو بعد مدربين افضل. زين. يعني شنو انا سويت مثلا؟ ارتكبت انت مقتنع بكاساس؟ من بمن؟ انت؟ لا انا فنيا ايه؟ انا وجهة نظري ما مقتنع. يعني ذول افضل المدربين. سالني على ذول المدربين قال لي اكو افضل. ايه؟ قلت له اي ذول افضل من عنده. انا مشتغل وياه مو مشتغل وياه، اشتغلت وياه. انا اشتغلت وياه ايه؟ يعني. وشفت انت النتائج. يعني نتائج مال المنتخب ومستوى المنتخب ويوميا مثلا تشكيله، ويوميا مثلا ايش بيه مستوى المنتخب؟ يعني مستوى انت مثلا انت بعد له مباراتين يتاهل الى كاس العالم بدون ما تقول لي هو متاهل لكاس العالم. يا سياسه 8 مقاعد ونص، وفرق يعني مع احتراماتي له مو يم العراق اصلا. يعني الكويت تحسبها مستوى العراق، مثلا عمان تحسبها مستوى العراق، فلسطين تحسبها مستوى العراق، الاردن تحسبها مستوى العراق. بس شلون الاردن منافس دائما؟ ترى بس كوره ديربي، ترى بس كوره جنوبيه بالمجموعه. اي بس كوره جنوبيه، وانت صاعد حتى صعد ثالث تصاعد. لا، ثالث تدخل بصراعات ومباريات ويا صراعات راح تجيك الثوالث والروابع. ثوالث يعني هم اضعف من عندك، اضعف من عندك. انت يعني انت تريد توصل رساله انه هي اسهل تصفيات مرت على العراق. والله العظيم وكل رياضي يعرف ويفتهم اسهل تصفيات بتاريخ العراق هاي التصفيات. وذا 8 مقاعد ونص. قلت لك كانت تختلف المقاعد. انت تدري. اي بس هم تغيرت. لا ما تغيرت حبيبي، ما تغيرت. هسه افضل جيل عندك بالعراق محترفين احترفوا بالدوري السعودي. هسه عندك لاعبين محترفين بالدوري السعودي، عندك لاعبين خارج العراق على مستوى عالي هم زينين، عندك لاعبين محليين هم زينين. يعني افضل منتخب عندك. وانت اللي سمعك يقول خلاص الامور ورديه وراح نتاهل. تعرف احنا خايفين كل هالعراق كله خايف من هاي المباراتين. والله بدون ما تخاف اقول لك العراق متاهل كاس العالم رسمي. يعني تخاف من الكويت ولا من راح كاس العالم؟ لا نخاف من زين. يعني فلسطين ما راح كاس العالم. يعني تتاهل العراق الكاس العالم، ما تاهل انت ما مقتنع بكاساس. قلت لك ذول المدربين افضل من عنده، اللي عملت وياهم اكو افضل من عنده. يعني كشخص رايي اكو مدربين افضل من كاساس يعملون من عنده. انت عملت معاه يمكن تقريبا مباراه واحده. اي اسبوع يعني 10 ايام. اسبوع 10 ايام. هنا اللي صار بي هاللغط. انا اقول تصريحي وحسب عليه، ما اقول مو مدرب ولا اقول انتقص من عنده ولا اقلل من مستواه الفني. لا اقول اكو مدربين افضل من عنده. ما خطأت محليين ولا كفرت. هي هذا وجهة نظري. اكو مدرب محليين، طبعا محليين اكو افضل من كاساس. منو افضل من كاساس؟ هواي. من سيدي عدد لك. اي كابتن عبد الغني افضل. الكابتن راضي شنيش افضل. الكابتن باسم قاسم افضل. افضل من كاساس. اي افضل والله افضل. شلون حسبت؟ افضل افضل. خلي اي مدرب بس يقود ذولا يقود المنتخب العراقي هم يصعدنا لكاس العالم. زين، بما انه انت صديقك سعد وهم تناقشتوا بهذا الموضوع، سعد يعني قافل على الموضوع انه كاساس غير من انا لا